مساء الخير. بطولة كأس الخليج العربي، هذه البطولة التي تحمل في طياتها العديد من الأرقام التاريخية والأحداث المحفورة في أذهان كل من تابع هذه البطولة في مختلف نسخها. في هذا الفيديو راح نتحدث عن الأهداف المئوية في بطولات كأس الخليج العربي. قبل أن نتحدث بهذا الموضوع أدعوكم للاشتراك في قناتي على اليوتيوب أنمار سبورت، ومتابعتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك أنمار رشيد. الهدف الأول في بطولات كأس الخليج كان من إمضاء اللاعب البحريني أحمد سالمين في مرمى الكويت في النسخة الأولى. الهدف رقم 100 كان من إمضاء المهاجم الكويتي جاسم يعقوب في مرمى المنتخب القطري في النسخة الثالثة. الهدف رقم 200 كان من إمضاء اللاعب العراقي هادي أحمد وكان في النسخة الرابعة في مرمى الكويت. الهدف رقم 300 كان من إمضاء اللاعب العراقي حسين سعيد وكان في مرمى المنتخب السعودي في النسخة السابعة. الهدف رقم 400 كان من إمضاء اللاعب البحريني فياض محمود وكان في مرمى المنتخب الكويتي. الهدف رقم 500 كان من إمضاء اللاعب السعودي فهد المهلل في مرمى عمان. الهدف رقم 600 كان من إمضاء اللاعب البحريني عبد الله المرزوقي في مرمى عمان. الهدف رقم 700 كان من إمضاء اللاعب البحريني علاء حبيل في مرمى الكويت. الهدف رقم 800 كان من إمضاء اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن في مرمى قطر. والهدف رقم 900 كان من إمضاء اللاعب السعودي فراس البريكان في مرمى الكويت. إلى هنا متابعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو اترك لايك وتعليق على الفيديو، وأدعوكم باشتراك على قناتي في اليوتيوب أنمار سبورت، ومتابعة حساباتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك أنمار رشيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.